السلام عليكم. معكم عم الطفل اللي يحبوا يخطفوه البارح في قسنطينة. حبيت نوضح القضية هذه للناس دركا. الصفحات راهي غير تنشر لدرجة وين ولات تقيس في العائلة، ما خلاوش الأمن يخدموا خدمتهم. أولا السيد هذا اللي خطف الطفل ماشي باباه، وما عنده حتى علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. ثاني حاجة تاع مختل عقليا ولا في عقله الله أعلم، الجهات المختصة اللي تحدد الحاجة هذه ماشي حنا. التدخل تاع المواطنين البارح يعطيهم الصحة، مواطنين تاع قسنطينة، انه التدخل كان سريع. كون ما جاوش هما كان الطفل قادر يروح، ما كان يروح عادي. الصفحات راهي قاعدة تنشر في العكس بركة، راهي قاعدة تنشر وتقول باللي تعليقته ما نعرفوش، خبر لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. هذا ولد خويا عنده 4 أولاد الله يبارك. الأهل تاع الخاطف داروا فيديو وحطوا الأوراق باللي مختل عقليا وكذا، وحكاو حكايه باللي جاي يشوف زعما ولده في قسنطينة ولا في ميلا ولا حاجة كيما هاك، بصح ما مدوش الحقيقة وما مدوش الصح. كان عليهم يقولوا الطفل وين جهة، اسمه كيفاه، بس كان هذا ولد خويا واسمه انيس. نتحداهم دركا، نتحداهم ونتحدى اي واحد انه يكون بنو اسمه انيس، نتحدى اي واحد. والصفحات اللي شهرت البارح واليوم راهي من حقنا نتخذوا الاجراءات القانونيه في المتابعه القضائيه عادي. بس هضرنا معاهم بزاف اللي ما كملوا، قلنا لهم غدوه يصرحوا تاع الامن من عنده كي الجمهوريه يصرحوا واش كاين. هما لا، كل دقيقه يخرجوا بقصه، كل دقيقه بحكايه. بعد ردوا ناس قسنطينة ماشي عباد، ولاو يضربوا الناس، ولاو سي نورمال. السي جاي يخطف طفل صغير عادي، كادر كيجيو يخطفوا لك ولدك قدامك دوك الناس كامل تدخل روحها. وهذا اذا كان مريض ربي يشفيه، بصح المريض بلاصتو في السبيطار طلقوش على ولاد الناس، ما طلقوش على ولاد الناس. هذه هي. نطلب من الصفحات كامل يحذفوا المنشورات تاعهم المسيئة للعائلة، وهذا هو الصح. وغدوة ان شاء الله يبان كلش. ونتحدى العائلة تاع السيد هذا اللي خطف، نتحداها دير فيديو. اصلا حاطين لي فوطو تاع بنو اللي حاطينها معاه في الفوطو، ماهوش هو اصلا اللي جا لنا اللي حب يخطفو البارح. يعني قادر تكون نحط له فوطو. تفاهة والله، الصفحات راهم تفاهة. والسلام عليكم.